فيعني تقدري تقولي احنا او انا دايما بجمع، دايما ما بحبش اقول انا، امم. عشان طول عمري ما كنتش لوحدي بصراحه. يعني دايما انا كنت سي سي جي ده كان الفاميلي بتاعتي، احنا كنا عاملين فاميلي سنه 2004. عملت حاجه اسمها سي سي جي فاميلي. احنا ابتدينا نكون يعني اتس لايك كوميونتي. احنا عندنا من كل الفئات مجموعه، يعني في عندنا ام اي فايترز، عندنا بايكر بويز، عندنا تاتو ارتست، عندنا ناس مخرجين، عندنا ناس اديتورز، عندنا ناس ضباط، عندنا دكاتره. فهو كأنه كوميونتي كلنا بنساعد بعض. يعني I don't like to call it a gang. يعني كان اول 2004 دي كنا انا كنت لسه شاب صغير شويه، فكان الموضوع ما كانش كده. يعني احنا كنا واخدينها اللي هو الاول كانت تجميعة، كانت على من الاخر يعني كنت بجمع في منحرفين الدولة من الاخر. كان الموضوع بقى انت لسه شاب صغير وبتاع ومشاكل فاللي هو كانت اي مشكلة ان هدفها كان اللي هو ان انت تنزل اي منطقة في مصر. انت في امبابة بقى، انت في مدينة نصر، انت في مصر الجديدة. في كل منطقة او في كل محافظة مثلا عندنا يعني عائلة او مجموعة مهيمنة على المكان ده. فاهم قصدي؟ بهدف ايه يعني؟ بهدف ان انا يعني ان انت امورك تبقى خلصانه في اي حته. بعد امورك تبقى خلصانه معاك في امم. اي حته، اي حاجه انت عايز تعملها بنعملها. امم. وبعدين بقينا بقى نجمع في ناس اللي هو بتفيد الفاميلي دي. بقول لك محاميين، فيدهم بقى. فاهم قصدي؟ مصورين، موزعين لصناعه بتفيدهم ازاي؟ المزيكا. ايوه. عندك دكاتره اسنان، عندك فاهم قصدي، ناس بايكر بويز. احنا من كل كوميونتي عندنا شخص. الشخص ده بيبقى البريزيدنت او بيبقى الماستر بتاعهم او بيبقى الالفا بتاعهم. هو كده كده بيبقى مع سي سي جي. فده مع ده. عايز مثلا المجتمع بتاع التاتوينج وبتاع، انا كنت فاتح مكان انا واصحابي، يعني يعتبر من اوائل الاماكن للحاجات دي. فاهم؟ فاي ظاهره غريبه انتوا شاهدتوها في القاهرة في الفترة اللي فاتت، مثلا نقول من 2004 حتى الآن، غريبة، أي حاجة غريبة شوية دي كانت بتبقى تحت رعاية البرنس حكمة. يعني أيا كان بقى. ففي جميع المجالات، يعني في بقى زي ما بقول لك ناس ام اي حاجات فايترز. كتير بقى. اه يعني مثلا يعني تقدر بالنظم. تقولي ان انت بيزنس مان اكتر من بالظبط. بس انك رابر او مهتم بالظبط. بحاجة معينة يعني. بالظبط. احنا ابتدينا مثلا، يعني حتى لو تلاحظي الفترة دي بنزل في ايفنتات كتيرة بتبقى رياضية. مثلا البراند اللي انا بحب كله هي شبكة بتخش كلها جوا بعض. مثلا ايفنت مثلا زي بتاع ايفولوشن مثلا، ام اي اللي هي الرياضة اللي انت ايوه عارفة طبعا. القتالية دي. انا بنزل مثلا بالبراند ده از سبونسر في الايفنت، وبتغني في الايفنت. فانت بقيت تخاطب الفايترز والمدربين. خلاص الناس دي بقت كلها يعني اكوردي. فاهم قصدي؟ مثلا الايفنتات بتاعت العربيات يعني ملهاش علاقه بينا. يعني بقيت اخش ايفنتات رياضيه زي الام بي اي، زي الحاجات دي اكتر، غير الحفلات المتعارف عليها. كان الاول بنعمل حفلات مثلا في اماكن ثقافيه زي ساقية الصاوي، زي الحاجات دي. امم. ده زمان. وكان باقي تانية من الحفلات التانية كانت بتتعمل برايفت مثلا في فيلل او الحاجات دي. انا بقيت افتح مجال تاني للمزيكا. انا بحاول ان طب انا انا عندي سؤال ليك، انت بتشوف نفسك في كل الحاجات دي؟ انا بشوف نفسي البابا، بس انا ما بفهمش في كل الحاجات دي. امم. يعني احنا عندنا حاجة اسمها inner circle، اللي هي الدائرة الداخلية. بيبقوا من كذا شخص، وكل شخص بيبقى دي حتة معينة. ليه قصته. اه. انا مش هتدخل فيها. بالظبط. انت بتاع عربيات، مش هقعد اعدل في العربيات ولا يشغلني. فاهم قصدي؟ انت بتاع تاتوز، I don't care what you do. فاهم؟ اللي هو انت معاك سبلايز ولا ما معاكش، ده البيزنس بتاعك وبتاع. اهم حاجة ان انا ابقى عارفه انت اللي هو as you like managing these things. مالكش دعوة بكل بارت، بس انت بتاخد برسنتج من كل بارت مثلا. يعني شايف ايه الفاليو في كل الحاجات اللي انت بتعملها دي يعني؟ بتحب تساعد الناس مثلا، هو ده اللي بيحسسك انك satisfied؟ هو بص، هو الواحد يعني طول ما هو عايش بيحاول يشترك او يدي في الحياة. فاهم قصدي؟ فانت ممكن تكون بتغني بس كمغني،
لا انا بخرج كمان. ممكن انت بتعمل ملابس انت عندك طاقات كبيرة جدا تستغلها في حاجات تانية.